أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ يا رب دايما تكونوا بصحة وسلام يا رب. النهاردة هنتكلم عن النص جنيه والجنيه بتاع 2005، وايه النادر منهم وايه اللي مش نادر. تمام. وعايزكم تركزوا جدا في الحلقة ديت، عشان والله العظيم في ناس بتبيع بالأرقام دي. أنا صورت على فكرة الحلقة بتاعت الإي باي، بس لسه هتنزل بعد الحلقة دي. فاهمين قصدي؟ لأن الإي باي لسه ايه، في حاجات كده كلمات بالإنجليزي، حاجات كده بترجمها وحاجات بعمل سيرش عنها. فاهمين قصدي؟ عشان أبين لكم ان فعلا الناس الاجانب بتاخد العمله منك وتروح تبيعها هي وتستفاد بيها. عشان الناس بترجع تقول لك برضو العملات التذكاريه اللي انت منزلها جنيه مثلا، اللهم صل بينا على النبي، بتاع موكب المومياوات ودار الكتب. الحاجات دي اساسا انا متاكد 100% ان انت مش هتلاقيها. في ناس اساسا مش لاقيها، وفي ناس بتخش على فكره في الكومنتات. لما دخلت على الفيديو اقرا الكومنتات، في ناس اساسا بتحاول تشتري من الناس التانية. وجوه في الكومنتات عندي في اليوتيوب، خش وافتح الفيديو تلاقيهم بي عايزين يشتروا دار الكتب وعايزين يشتروا جنيهات التانية. الحاجات دي نادرة يا جدعان، يا جدعان والله العظيم الحاجات دي نادرة. انتوا مش مصدقين عشان العملة في ايديكوا وفي جيوبكوا مثلا، بتروح تشتروا بيها عادي وفاكرين ان الامر طبيعي. عشان اما انا عارف ان الامر طبيعي عشان لسه هي متداولة في مصر. انت فاهم قصدي؟ هي لسه متداولة عندنا، فاحنا شايفين ده طبيعي. وعايز اقول لك حاجة، الجنيهات اللي انت مثلا بتشوفها، او يعني مثلا جنيه الجمالين، جنيه الحاجات دي في وقتهم، في وقت مثلا الجنيه الجمالين كانش حد يتوقع ان الجنيه ده مثلا بعد 20 سنة، ولا بعد قصدي 100 سنة ممكن يتباع ب1,000,000 جنيه. محدش كان متوقع. انت فاهمين الفكرة؟ محدش يعني بيبقى لو انت في الزمن ده انت بقى شايف عادي يا عم، لا ما مش نادر ولا حاجة. لا هو نادر، لا هو نادر. انا ماليش دعوة، انت مش عايز تصدق بقى ده انت حر. اوكي. فخلونا نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا النبي محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ويكون اول عملة معانا النهاردة النص جنيه، اللي هو بينجذب للمغناطيس. ومحدش يقول لي ما فيش نص جنيه ما بينجذبش للمغناطيس. لا، النص جنيه ده بينجذب للمغناطيس، وهتعرف دلوقتي ليه. النص جنيه ده بينجذب للمغناطيس. اصدار سنة 2005 وانتهى اصداره في سنة 2005. المادة اللي معمول منها بقى، ركز، هو اي نص جنيه عندنا معمول من نحاس؟ لا، ده نحاس بس مطلي فولاذ. مطلي فولاذ عادي حديد، فهينجذب للمغناطيس. اوكي. وهو ده النادر، ما تسكش منه برضو غير عدد محدود، حتى يعني ممكن يكون خطأ سك. اوكي. الوزن بتاعه 6.44 من 100 جرام. ركز كمان، يعني هتشوف النص جنيه اللي هو بتاع 2005 برضه اللي نزل معاه، اللي هو النحاس بس عادي دوت الكبير دوت. هتشوف دلوقتي وزنه كام. ده الوزن بتاعه 6.44 من 100 جرام. كمية السك بتاعته غير معروفة، وانا متأكد انه اكيد ده خطأ في السك، او هو كان تجربة وبس الناس قالت لا مش هنعمله كده، هنعمله نحاس بس. سعر الانصر بتاعه ب1705 جنيه، بواقع 55 دولار. عايز تاخد بكلامي وبقى الاسعار اللي بنذكرها في الفيديوهات اوكي، مش عايز تاخد بكلامي عادي، روح دور انت على مصادر تانية تاخد منها الثقة. اوكي. سعر الحالة الجيدة، احنا قلنا سعر الأنصر ب1705 جنيه بواقع 55 دولار. وسعر الحالة الجيدة ب1335 جنيه بواقع 43 دولار. تاني بقى عملة معانا النهاردة اللي هو برضه نص جنيه عادي في سنة 2005، اللي هو اللي احنا عارفين نص جنيه، بس اللي هي ينجذب للمغناطيس. لو قربت منه مغناطيس مش هينجذب. تاريخ إصداره سنة 2005، وانتهى برضه الإصدار عادي سنة 2005. عشان كده أنا بقولك اللي هو اللي بينجذب ده ممكن يكون خطأ سكة، أو كان هما بيحاولوا يخلوه مطلب فولاذ عشان يدوله صلابة والكلام دوت، حاجات كده في المعادن والناس اللي بتصمم العملات في مصر وكده. معمول من مادة النحاس بوزن 6.5 جرام. التاني كان فيه 6 من 10 ناقصين عشان يكمل 6.5 جرام. الوزن بيفرق جدا، يعني لو حد شك في العملة ديت بيقوم جاي واخدها وزنها. انت فاهمين قصدي؟ يشوفوا الوزن اللي صادر هو فعلا ولا لا. الوزن 6.5 جرام. كمية السك غير معروفة، لأن 2005 برضه محدش أصدر قرار احنا سكنا كام قطعة من 2005. بسعر الأنصر ب280 جنيه بواقع 9 دولار. هتقول لي ايه الهبل ده؟ يعني ايه نص جنيه يوصل ل280 جنيه؟ هقول لك يا باشا، ده كان أول برضه عملة. اول نص جنيه يصدر معدن في مصر كان سنة 2005 زي الجنيه بالظبط. تمام. وكمان كان القطر بتاعه كبير، يا ريتني كنت جبت رقم القطر وسجلته في البحث، بس ما علينا. يعني هتلاقي القطر بتاعه كبير، لو جيت قارنته بالنص جنيه بتاع دلوقتي هتلاقي التاني كبير كده، القطر بتاعه كبير. تمام. وكمان العدد السكي منه قليل. بسعر 280 جنيه بواقع 9 دولار. وسعر الحالة الجيدة ب125 جنيه بواقع 4 دولار.
انا ماليش دعوه انت عايز تصدق ولا ما تصدقش، انا بقولك الكلام اللي انا بلاقيه والناس اللي بتبيع بيه. نخش على تالت عملة بقى، الجنيه توت عنخ آمون، اللي الناس بقى طبعا عمالة مش فاهمة فين النادر، فين اللي غالي، فين اللي يعرف يبيعه حلو. انا هقول لك دلوقتي، جنيه توت عنخ آمون ده لا ينجذب للمغناطيس، يعني اللي احنا عارضينه ده لا ينجذب للمغناطيس، هما الاتنين شبه واحد وهما الاتنين نفس الوزن، على عكس النص جنيه. تاريخ إصداره سنة 2005 وانتهى الإصدار سنة 2005 برضو. معمول من مادة النحاس والنيكل والزنك، ده اللي ما بينجذبش للمغناطيس، داخل في الزنك. تمام. الوزن 8.5 جرام. كمية السك بتاعته غير معروفة، وبرضه ليه سعر الأنصر ب125 جنيه بواقع 4 دولار. هتقول لي ليه؟ هقول لك كل الجنيهات دلوقتي بتنجذب للمغناطيس عادي، ده ما بينجذبش. بس هنا في سنة 2005 كان الطبيعي ان هو لا ينجذب للمغناطيس، هم كانوا عايزينه ما ينجذبش للمغناطيس. كان طالع فكرة ايه؟ ان الناس هتسرق الناس بالمغناطيس عادي بقى. انت فاهم الفكرة؟ اللي هو كانوا فاكرينها كده يعني. المهم يعني سعر الأنصر ب125 جنيه بواقع 4 دولار، وسعر الحالة الجيدة ب45 جنيه بواقع 1.5 دولار. ده سعره كده عشان خاطر ده كان أول عملة معدنية تسك في مصر سنة 2005. تمام. بس اللي معاه يحوشه، اللي معاه يحوشه. ده هيبقى عامل زي الجنيه الجمالي، ممكن بعد 100 سنة يقولك ده أول جنيه يتم سكه في مصر سنة 2005، وهتلاقيه عامل رقم الله أعلم. يعني يا عم ما تشيلهوش ليا، ده جنيه تافه، ما يعني فاهم، ما تشيلوش مثلا لنفسك أو أنا أشيله لنفسي، لا يا عم سيبه عادي لعيالك قشطة يعني. أو ممكن 20 سنة 30 سنة تلاقي هوب سعره ضرب في السما والناس بتتنشى عليه في السوق. انت فاهمين الفكرة؟ نخش على الرابع عملة اللي هي الجنيه توت عنخ آمون، بس بينجذب للمغناطيس، وده برضو خطأ في السك للسنة ديت. فاهمين قصدي؟ معمول تاريخ إصداره سنة 2005 وانتهى الإصدار برضو سنة 2005. معمول من مادة النحاس والنيكل، وفيه نسبة 4% حديد. اوكي، نسبة 4% حديد. نسبة ال4% حديد دي هي اللي بتخليه ينجذب للمغناطيس. ده زي ما كان برضه ممكن يكون يا اما خطأ في السك وكده، او اللي هو كان بيجربوا فكرة ان هو يعملوا في حديد ولا يعملوا في زنك. انت فاهمين الفكرة؟ الوزن بتاعه 8.5 جرام، وكمية السك غير معروفة طبعا. بسعر الأنصر 2635 جنيه بواقع 85 دولار، وسعر الحالة الجيدة ب1830 جنيه بواقع 59 دولار. نخش بقى على اخر عملة معانا النهاردة، جنيه قناة السويس. بس مش اي جنيه قناة السويس، جنيه اصدار 2011. وما حدش يقول لي ما فيش 2011. في واحد بيبيعها على الايباي، وفي ناس كتير تانية بيبيعها على الايباي، في عدد مسكوك منه، عدد قليل، بيبين ده خطأ سك. بدل ما مثلا على ما اظن يكتبوا 2015 كتبوا 2011. او في تم اصدار بعض العملات، لان الفكرة بدأت سنة 2011 قناة السويس مش عارف ايه، وبعد كده الثورة تمت، وبعد كده مش عارف ايه بدأ ينفذوا قناة السويس دي في 2015. انت فاهم الفكرة؟ احداث سياسية وكده والكلام ده في مصر. فانا بقول لك فيه، عشان عملت الفيديو ده قبل كده وكنت منزل قناة السويس، كان برضو سعر اقل بكتير من يعني من 100 سنة، معداش سنة. والمهم دلوقتي كانت الناس بتقول لي ايه في التعليقات، لا ده كدب، مفيش حاجه اسمها 2011. انا جايب لك الصوره، في ناس بتبيع، لو عايز تخش تشتري من على الايباي هيشحن لك ويجي لك لحد عندك. اوكي. تاريخ اصدار سنه 2011، والماده معموله من النحاس والنيكل. الوزن 8.5 جرام، جنيه عادي، بس كميه السك غير معروفه. بس بسعر الانصر ب3100 جنيه بواقع 100 دولار، والحاله الجيده ب2635 جنيه بواقع 85 دولار. دلوقتي الناس هتقول لي، يعني الناس هتقول لي الجنيهات ديت، النوادر ديت انا الاقيها فين؟ لا، هو انا بقولك مش هتلاقيها. هي الفكره انت ممكن تاخد جنيه 2005 الواحد بالسوبر ماركت مديهولك، هوب فجاه انا لحد دلوقتي ما لقيتوش، ما تعرضتش ليه. اي جنيه 2005 بلاقيه، بقوم جاي مجربه على المغناطيس، ما كلهم اللي معايا لا ينجذبوا. انا معايا بتاع اكتر من داخل في 70 جنيه 2005 وسايبهم على جنب، يعني مش هيضروني حاجه. ال70 جنيه دول على جنب عادي، كانك ما مثلا صرفتهم. انت فاهم الفكره؟ محافظ عليهم في شنطه محترمه كده، مش لازم اجيب حافظه، اي شنطه كده وفرغها كويس من الهواء، بس امسح العمله كويس عشان ما يكونش عليها بخار ميه او اي حاجه فتصدي في الكيس. فاهم؟ وامسح الكيس كده، كيس نضيف كده لسه خارج كده، واقفلهم وعينهم على جنب للزمن. يعني عادي، انت متعرفش بكره في ايه. انت فاهم الفكره؟ ممكن تحتاج الجنيهات دي، ممكن تقع مثلا مع واحد مثلا بيحب يقتني العمله دي، او عنده تصريفه ليها بره للسياح، بيروح يبيع لهم، بيعرف يتعامل معاهم. فهي الفكره في كده بقى. فاهم؟ ان هو ممكن يروح للسياح ديت في الغردقه ايا كان مكانهم فين، والله ويعرض عليهم العمله
وفي ناس تشتري منه العملة بالدولار عادي عادي جدا. يعني على فكرة انت مستصعب كل حاجة في حياتك، اللي هو لا مفيش حاجة بتتباع كده، لا في. يعني انت مثلا لو فكرت كده، مثلا نزلت مثلا جيزة، نزلت الغردقة، نزلت رحت خدت العملات دي معاك وعرفت الناس قيمتها، وعرفت بس تكون بتعرف بقى تتكلم مع السياح وكده، ياخدوها منك بالدولار. انت فاهم الفكرة؟ ياخدوها منك بالدولار حرفيا، بيدوك فلوس، يشتريها منك ب20 دولار 30 دولار. انت ايش عرفك ده على ما اظن على فكرة اللي بيحصل ويتم، لان العملات دي خرجت ازاي. انت فاهم الفكرة؟ العملات بتاعتنا دي انت هتشوف في الحلقة الجاية على الاي باي، العملات بتاعتنا اللي هو شبكة الطرق والجنيه مدينة العالمين الحاجات دي بتتباع بال200 دولار و220 دولار. هو بيروح يقوم جاي مقيمها في شركة ان جي سي بتاعت تقييم العملات العالمية، ويقول لك خلاص يا باشا انا قيمتها، ده شغل يا باشا، تجارة شغل ماشي. يقوم جاي رايح مقيمها منزلها ب300 دولار ولا 250 دولار. خلاص طالما قيمتها ده واخدة شهادة معتمدة، هو عادي مفيش اي حاجة، وهي حتة عملة عادية عندنا في مصر. واحد يقولك ده ما تشتريش لبانة حتى. انت فهمت الفكرة؟ شفت دي دماغ الناس الشغالة، دي دماغ الناس اللي عايزة تعمل جنيه من لا شيء، حرفيا من لا شيء، من حتة معدن ما نقوش عليها. بس عشان بس محدش يخش يقول لي كذب، ويخش يقول لي في ناس تانية محترمة فاهمة قيمة العملة وتخش تكلمني وانا برد عليها، في ناس تانية مش فاهمة. انا عذرك خلاص، انت مش فاهم ده شيء يرجع لك. اهم حاجة بس يا جماعة في اخر الفيديو، يعني اللايكات قليلة والله والتعليقات قليلة جدا، يعني التعليقات واللايكات على الفيديو ما مش كتيرة، فبالله عليك برضو ايه، ده دعم معنوي. فمن قصدي ان انا اكمل وانزل محتوى عن العملات وكده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.